أغلبية الشباب دلوقتي كل تفكيرهم هم إنهم يشتغلوا ويتعبوا ويتبهدلوا ويبقى عليهم أقساط ويستلفوا ويخشوا جمعيات ويتبهدلوا وكل الكلام ده عشان يتجوزوا. نادرا ما تلاقي حد فاهم وواعي وفعلا بيحاول إن هو يعمل كمية فلوس محترمة عشان يقدر يعيش حياة مرفهة أو على الأقل إن هو ما يكونش مديون وشايل هم كل يوم. لو أنت تفكيرك كده ومستعجل على الجواز، تعالى أقول لك ممكن يحصل معاك إيه قدام. اولا هيتنكد عليك كل يوم من شركتك، عشان احنا كرجاله في العالم ده لازم تكون ان انت شخص بتطلع فلوس، لازم تكون بتصرف على بيتك، لازم تبسط مراتك اللي انت هتاخدها دي، ما انت مش واخدها من اهلها عشان تبهدلها معاك. فلو انت شخص مش بتعمل كميه فلوس كويسه كل شهر، هتبقى كانك عايش في بيتك زي السجن. ممكن مراتك دي تكون جدعه شويه وتنزل تشتغل معاك وتزق الدنيا في البيت، بس هي مش مجبره ان هي تعمل حاجه زي كده. هي لو فعلا بتحب ان هي تشتغل او هي متعوده مثلا طول حياتها ان هي تشتغل وان هي بتطلع فلوس كل يوم بشكل مستمر، هي الحاجه دي تكون يعني للرفاهيه ليها هي فقط. الفلوس اللي هي بتجيبها دي ليها هي، طالما شغلها ده مش هيأثر على تربيه الاولاد او بيتك بالسلب. لكن انت كراجل المفروض ان انت بتصرف على بيتك وبتصرف على عيالك لو انت جبت عيال، ومراتك كمان لو هي احتاجت حاجه انت بتصرف عليها، ما تكونش بتاخد منها فلوس من المرتب اللي هي بتطلعه كل شهر عشان تصرف على البيت، الا لو هي موافقه بحاجه زي كده او هي عايزه ان هي تدعمك او تكون معاك في الموضوع ده. ثانيا وهو الموضوع نفسيا الموضوع بيكون مدمر جدا سواء عليك او عليها، ولكن بيكون عليك اكتر. معنى ان انت كراجل ان انت مش قادر تصرف على بيتك وان انت منزل مراتك تنزل تشتغل عشان تصرف معاك على البيت، الموضوع بيكون نفسيا صعب جدا عليك، وان انت مش قادر تحقق اكتفاء ذاتي كافي ليك، او ان انت مش عارف بكره ممكن يحصل ايه معاك عشان انت معكش فلوس كويسه، او ان انا استلف من عيلتي او اخواتي او اعمل اي حاجه اخد اقساط ابقى مديون واتبهدل بتاع. الموضوع صعب جدا عليك وممكن يسبب لك امراض كتيره جدا انت مش واخد بالك منها. ثالثا والكارثه بقى، ودي اللي الناس بتتغاشم فيها او مش بتفكر كويس جدا فيها، وهي العيال. كم العيال او عدد العيال اللي انت عايز تخلفهم لازم يكون مرتبط بكميه الفلوس اللي انت بتطلعها. بمعنى انا دلوقتي واحد بعمل كميه فلوس تخليني ان انا مثلا اصرف على مراتي وبيتي مثلا بالعافيه والولد اللي انا هخلفه اللي هو ولد واحد بس، ما اروحش انا اخلف 2 3 او يبقى عندي كميه عيال واعمل كتيبه عيال كتيره جدا واكون مش قادر اصرف عليهم واخليهم يتبهدلوا ويحصل لهم مشاكل كتيره جدا، او ان انت هتاخد من النصيب بتاع الفرد الولد اللي انت خلفته دوت عشان تقدر تصرف على باقي اخواته. اصل خلي بالك الطفل اللي انت هتخلفه ده لازم تكون مسؤول عنه، مسؤول عن رفاهيته، مسؤول ان انت تجيب له حاجه لو احتاجها، وما تحسسوش بالنقص ابدا بين اي حد من صحابه او اي ناس من الناس اللي حواليه، عشان الموضوع دوت نفسيا وهو صغير مش هيحس بيه قوي، بس لما هيكبر ويحس ان هو عنده نقص عن الناس اللي حواليه ممكن يتجه ان هو يعمل اي كارثه او اي مشكله كبيره، سواء ان هو مثلا يسرق او يعمل مشكله كبيره تدخله في سجن بقى ومواويل وحوار كبير جدا. فلازم تبقى من الاول ماشي ودارس الدنيا صح عشان ما تتعكش بعدين. مادياتك صعبه ويا دوب بتصرف على بيتك ومراتك بالعافيه، ما تخلفش خالص، مش لازم. اصل انت يعني ما تاخدش الموضوع بانانيه زياده ان انا عايز ابقى اب وخلاص او ان انا عايز اخلف وخلاص. خلي الموضوع يبقى في دماغك اكتر ان انا الطفل اللي هجيبه دوت ابقى انا مسؤول عنه، مسؤول عن رفاهيته، مسؤول عن كل حاجه ليه. الطفل دوت ليه واجب عليك، فما ينفعش انت تجيب عيل وتبهدله معاك. معكش فلوس ان انت اصلا تكون اسره او ان انت تكون بيت، ما تتجوزش خالص. الموضوع ممكن يكون فعلا شويه يعني الكلام صعب شويه عليك، لكن دي الحقيقه. انت كراجل لازم تكون بتعمل فلوس، لازم تكون بتطلع كميه فلوس كويسه تقدر تعيش بيها الاسره اللي انت هتكونها. مش هتقدر ان انت تعمل الكلام دوت وتطلع الاكتفاء الذاتي ليك وللاسره اللي حواليك ما تتجوزش خالص وتبهدل الناس ديت معاك. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان قرار الجواز ده قرار كبير جدا، قرار حرب. لو انت مش قده مش هتقدر ان انت تصد عليه بعد كده، وكل الاحلام السعيده اللي في دماغك عن الاطفال والاسره وان انت تكون عيله وتنبسط في بيت وبتاع مش عارف ايه، كل الكلام دوت هيتحول لكوابيس صعبه جدا هتتمنى ان هي تخلص بس مش هتقدر ان هي تخلص، وهي مستمره معاك طول حياتك لغايه ما تموت، عشان انت اللي خدت القرار ده من الاول. فلازم تدرس كويس جدا وتفكر كويس جدا انا هعمل ايه بكره او هعمل ايه في الايام اللي جايه. مش بقول لك ان انت تبقى ملياردير او ان انت تبقى اغنى راجل في العالم عشان تتجوز، بس على الاقل ان انت لو انت مثلا في مصر تبقى على الاقل بتعمل حوالي مثلا 10000 جنيه كل شهر. بالغلا اللي احنا فيه حاليا في البلد ممكن تكون محتاج اكتر من كده، بس يعني على الاقل مينيمم اقل حاجه 10000 جنيه عشان تقدر انت تعيش حياه كويسه وتجيب الالتزامات اللي انت محتاجها سواء ليك او لمراتك او لبيتك او لو انت عايز تجيب عيل او اتنين. وفي الاول وفي الاخر انت حر، انت اللي هتعيش، فاختار انت عايز تعيش ازاي.